الاتحاد يلعبها للسويد، بتتشال من صالح مبارك. بتتشال من صالح مبارك. صالح مبارك يلعبها بينيه لفهد الناصر، وبرضه ماشي فهد ودقيقه 18 فهد وسلم في المرمى في الجول. جول فهد الناصر. فهد الناصر بيسجل هدف التعادل لنادي الرائد. كورة حلوة وصلت لفهد الناصر، وكان يعتقد دفاع الاتحاد ان فهد الناصر في موقع تسلل، لكن ما كان في اي راية ولا صافرة، وبالتالي استلمها او عدلها. شوفوا فهد الناصر استلمها، وفي مواجهة امام ناصر المحمادي الحقيقة اللي ما يقدر يعمل شيء امام انفراد فهد الناصر. اهو داخل ال 18 ومن تحت يد فهد الناصر، او من تحت يد بالاحرى ناصر المحمادي. إعادة لها اهو فهد الناصر رقم 11، ولعبها في اتجاه ناصر المحمادي، وعانقت شباك الاتحاد معلنة هدف التعادل. وانا قلت فهد الناصر من بداية المباراة بيشكل خطورة كبيرة من الناحية اليسرى لنادي الاتحاد، واستطاع فهد الناصر من كرة وصلته في مواجهة